السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد في قناة يوميات أسماء عدلي. النهاردة طبعا هنيجي نتكلم على بقية سلسلة الفوائد. هنتكلم النهاردة على الرمان. طبعا هنتكلم على الفوائد بتاعته والأضرار، وهنتكلم باستفاضة أكتر في الفيديو. وعايزة أقول لكم على قد ما هو فيه فوائد كتير، على قد ما فيه مش أضرار، هو كثرة تناوله هي اللي ممكن تعمل أضرار. فطبعا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، ما تنسينيش في لايك، ما تنسينيش في دعاء حلو، ما تنسيش بكومنت تحفيزي واشتراك للقناة، ويا ريت شير للفيديو عشان كله يستفيد. و... ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبتدي مع بعض الفايدة والعيوب او الاضرار بتاعت الرمان. وطبعا الرمان يعتبر من الفواكه السحرية اللي ليها دور مهم وفعال جدا في علاج الكثير من الأمراض. هتقولي لي يا أسماء، لأنه له قيمة غذائية كثيرة جدا وهنتكلم برضو عنها. ودايما طبعا بننصح الناس بتناول الرمان، لأن الرمان فيه فيتامينات كتير ومعادن هنتكلم برضو عنها. طبعا من أهم الفيتامينات الموجودة في الرمان فيتامين سي، وحمض الفوليك، وعنصر الحديد، وعنصر المغنيسيوم، والكالسيوم، وكمان البوتاسيوم. وكل طبعا الفيتامينات والمعادن دي هي اللي هتخليك تهتم انك انت تتناول الرمان، لانه فيه فوائد كتيرة جدا. زي ايه مثلا؟ ده اولا هو مضاد للبكتيريا والفطريات في الفم، ويساعدك على الحفاظ على صحة الفم، ويقلل من التهابات الفم اللي هي تقرحات اللثة والكلام ده كله. طبعا بيفاديك انك انت ما يجيلكش تقرحات، والتقرحات ديت والالتهابات بتاعة اللثة بتيجي من الفطريات الموجودة في الفم. وكمان بيحتوي على عنصر الكالسيوم. الكالسيوم طبعا ده بيساعدك على على صحة العظام، بيقوي العظام، ويقلل التهابات المفاصل، ويحميكي من خشونة الركبتين والمفاصل عموما بتاعت الجسم. وكمان في تعالوا لي بقى هنا يا ستات، هيعجبكم قوي الفيتامين ده، فيتامين سي، اللي هو بيحافظ طبعا على صحة على صحة البشرة، وبيديها الحيوية والنضارة، ويقلل من فرص ظهور التجاعيد، ويقلل من مظاهر الشيخوخة وعلامات تقدم السن. ودي كمان جامدة آخر حاجة. وكمان له دور كبير جدا لعلاج الشعر، مثل جفاف الشعر وتساقط الشعر والقشرة. طبعا انت ممكن قوي على فكرة، غير انك انت بتتناوليه وتشربيه، طبعا علشان زي ما قلنا التجاعيد والتقدم بالسن والشيخوخة ونضارة البشرة والكلام ده كله، انت ممكن تشربيه وكل حاجة. ممكن كمان تعمليه منه ماسكات. يعني انا ممكن ان شاء الله ربنا يسهل كده واعمل ماسكات وبالرمان، واقول لكم ازاي تعملي ماسك الرمان، بجد تحفة. وبالنسبة للشعر برضو بيتغلى القشر بطريقة معينة وبيتحط عليه حاجات وكده، المهم ممكن تشتفي برضو بيه شعرك، برضو مفيد جدا. يعني انت لو بتتناوليه وتشربيه او تعمليه ماسك او تحطيه على شعرك، في جميع الاحوال هو مفيد. هو بيقولك تتناوليه ليه؟ عشان جسمك كله بيتغذى منه. وطبعا من اهم الفوائد الرمان اللي موجود فيه كمان البوتاسيوم. البوتاسيوم ده بيقلل من ضغط الدم، وبيوسع معاكي الشرايين، وبكده طبعا انت بتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. ومن أهم الفوائد كمان بيحتوي على مضادات أكسدة. وطبعا كلنا عارفين المضادات الأكسدة دي بتعمل للجسم. طبعا هي بتساعد الجسم على على انه يتخلص من الشوارب الحرة. الشوارب الحرة اللي هي بتكون السبب الرئيسي لظهور السرطان. اللهم احفظنا جميعا، خصوصا سرطان الثدي والمعدة والبروستاتا. وعشان الرمان بيحتوي على ألياف، بيساعد الصحة والجهاز الهضمي في الحركة، في حركة الأمعاء تكون بتتحرك بطريقة طبيعية. وبكده طبعا بيقلل من عسر الهضم، ويقلل من موضوع الإمساك. كل دي فوائد تخليكي تتناولي الرمان. وعايزة برضو أنوه وأقول عن حاجة مهمة جدا. طبعا الإفراط في أكل الرمان
ممكن يقلب معاكي بضرر، يعني ممكن يضرك لو انتي افرطتي او كلتي بكثره. تعملك ضرر، يضرك على طول. زي ما بقولك، على قد ما هو فيه فوائد كتير جدا وهتفيد الجسم، بس الكثره منه بتقلب نتيجه عكسيه، ولسه هتكلم فيها. هتقولي طبعا ايه الاضرار يا اسماء اللي هي ممكن تنتج عن كثره تناول الرمان؟ يعني مثلا في ناس طبعا بتعاني من الحساسية، وده بيظهر عن طريق الطفح الجلدي. ممكن كمان تورم في القدمين، ممكن تلاقي الرجلين تورمت، وممكن كمان الفم على فكرة كمان يكون في تورم، يعني الرجلين والبق يبقى في تورم. الحساسية بتاعت الجلد ممكن يبقى في طفح جلدي. ممكن صعوبة في التنفس. الحاجات دي كلها تعمل لو انت اخدتي الرمان بكثرة. عايزه اقول لكم والله، بالنسبه لي اللي هي الاضرار دي انا اول مره اسمعها حقيقي. انا بقى مثلا ما يكون في رمان، بحب اكل رمان كتير، انا ما اعرفش ان له اضرار الا لما شفت كذا دكتور وكذا حد اتكلم عن الرمان. يمكن كمان قلت لكم قبل كده في فيديو اني انا ما بجيبش الكلام بايلك كده، او انا بالف، او انا بقوله خلاص. لا، انا لازم بجيب من كذا دكتور، من كذا بق دكتور يعني. اقرا كتير، اسمع فيديوهات كتير من ناس موثوق فيها جدا، بعد كده بنزل لكم بالفيديوهات عشان كله يستفيد. وبيتعارض كمان مع معظم الأدوية، وأول دواء مثلا فيهم بيتعارض معاه اللي هو دواء السيولة، وكمان دواء الكوليسترول. وتالت ضرر عندنا انه يحتوي على نسبة سكريات، وبالتالي طبعا غير مفضل خالص لمرضى السكر. يعني ممكن يزود عندك او يزود عندك نسبة السكر في الدم، فعشان كده لازم ناخد بالنا قوي. ورابع حاجة انه بيحتوي على سعرات حرارية عالية، وطبعا بسبب تناولك الرمان بكثرة يسبب عندك تراكم الدهون وزيادة في الوزن، ويعرضك طبعا للسمنة. وطبعا كثرة تناوله بيسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، ويؤدي للغثيان والقيء، ده كتر أكله. طبعا كل دي أضرار بتخليكي بقى تفكري قبل ما تاكلي الرمان، تفكري كويس جدا قبل تناول الرمان، أو قبل ما تاكليه بكثرة. احنا كده اتكلمنا على الرمان. وطبعا من الاخر كده، الرمان من الفواكه اللي هي بجد فيها مفعول سحري لجسمنا، بس لازم تتناوليه مش بافراط، باعتدال. وبكده بقى اكون وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة او نهاية الفيديو، وعرفتكم طبعا الاضرار والفوائد، ويا ريت ناخدوها في اعتبارنا. وعايزه اقول لكم كمان ان اللي طلب مني انزل بالفيديو ده، في عندي متابعه جيده جدا اسمها عزه، قالت لي حتى في الكومنت بتاع القرنفل الفيديو اللي فات، قالت لي قولي عزه عزه عزه. فطبعا عزه هي اللي طلبت مني انزل بالرمان، وطبعا دي من المتابعين بتوعي الجيدين الصراحه. وزي ما قلت لك، لو عايزاني انزل باي فيديو باي حاجه باي وصفه، اكتبي لي في كومنت، وانا هنزل بالوصفه، وقولي الوصفه باسمك انت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.